بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع. مر معنا في الدرس المتقدم كلام على بعض أنواع العبادة التي ذكرها المؤلف، والذي مر معنا الدعاء والخوف والرجاء والتوكل. الدعاء عبادة ينقسم على قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء عبادة بدنية وعبادة قولية. دعاء المسألة عبادة قولية باللسان، ودعاء العبادة بدنية كالصلاة الحج. وأما الخوف والرجاء والتوكل كل هذه عبادات قلبية. تقدم معنا أن أكثر العبادات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى وأكثر العبادات عبادات قلبية. أكثر العبادات عبادات قلبية، وذلك هذا يدل على عظيم القلب، فهو محل نظر الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت. وقال: ألا وهي القلب. فالقلب هو ملك الأعضاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح العبد كل الأعضاء تكفر القلب، تقول للقلب: إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. فالقلب هو الملك على الأعضاء، فلذلك أكثر العبادات قلبية لأجل إصلاح القلب. فينبغي علينا ويجب علينا أن نتعاهد قلوبنا وأن نصلحها. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا. قال: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه ثلاثة عبادات، لأن الله عز وجل رضيها وامتدح هؤلاء الأنبياء. بعدما ذكر جملة من الأنبياء ذكر من صفاتهم هذه الثلاثة: أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا الرغبة، ورهبا الرهبة، وكانوا لنا خاشعين الخشوع. فامتدحهم الله عز وجل، دل على أن هذه عبادة، دل على أن هذه الأشياء عبادة، وكلها عبادات قلبية، عبادات قلبية. والخشوع أيضا قد يكون عبادة بدنية في الظاهر، ولكن الأصل عبادة قلبية. قال الرغبة هي السؤال والتضرع مع محبة الوصول إلى الشيء المحبوب. رزقي جوال أبي. فهذه هي الرغبة، هي التضرع والابتهال مع محبة الوصول إلى هذا الشيء، أن ترغب في الوصول إلى هذا الشيء. ومما يدل على أيضا أن العبد يسأل أن الرغبة من العبادة ما جاء في دعاء النوم. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في دعاء النوم؟ من يستذكر دعاء النوم؟ ها؟ لا، دعاء الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ يرسل يضع اسمه يتوضأ ثم يضع جنبه على كتفه الأيمن ثم يدعو: اللهم أسلمت نفسي إليك
وألجأت ظهري إليك، وجهت وجهي إليك رغبة ورهبة إليك. رغبة، هذا هو يعني الدعاء، رغبة ورهبة إليك. فهذا، وكذلك يعني آيات كثيرة في القرآن فيها ذكر الرغبة. إن إلى الله راغبون. في أي آية؟ في فالرغبة من أجل ومن أعظم أنواع العبادات، فهذا الذي يرجوه يعني يرغبه العبد من الله عز وجل. ماذا نرغب من الله عز وجل؟ الثواب والجنة. فنحن يعني نتضرع ونبتهل إلى الله عز وجل، وكذلك يعني نحب أن يثيبنا الله عز وجل، وأن يدخلنا الله عز وجل الجنة، قال وقول والرهبة. الرهبة هي الخوف، هي خوف، لكن خوف يعني مقرون بعمل. يقول العلماء خوف مقرون بعمل. يرهب، يخاف من الله عز وجل مع فالرهبة هي الخوف المقرون بعمل، يعني تخاف من الله عز وجل فتعمل يعني تعمل بالمأمور وتجتنب المحظور. اجتناب المحظور أيضا عمل، اجتناب النهي يسمى عمل، اجتناب النهي يسمى أيضا عمل. فهذا هو يعني فهذه هي الرهبة، أن تخاف من الله عز وجل مع العمل الذي يعني دليل على خوفك من الله، الذي يدل على خوفك من الله عز وجل. وما هو العمل الذي يدل على الخوف؟ أن تعمل بأوامره وأن تجتنب نواهيه، أن تأتمر بأوامره وأن تجتنب بنواهيه. وأما يعني أهل البدع من الصوفية فيقولون نحن لا نعبد الله رغبة في ثوابه ولا خوفا من عقابه، هذا خطأ، وإنما نعبده محبة له فقط. هذا خطأ. فنحن نرغب في ثواب الله عز وجل، ونحن نخاف من عقاب الله عز وجل، فلذلك نحن نعبد الله عز وجل رغبة فيما عنده، ومحبة في الوصول إلى ثوابه، ومن ثوابه الجنة، وخوفا من عقابه من النار، خوفا من عقابه، ورهبة أيضا من عقابه. فيعني فنقول ماذا يعني خوفا من عقابه؟ فهذا الخوف يؤثر علينا بأن نعمل فيكون رهبة. إذا كان الخوف مقرون بعمل فهو رهبة، أما الخوف غير مقرون بعمل فهو خوف فقط. قال والخشوع. الخشوع هو التذلل بين يدي الله عز وجل، والتطامن لعظمة الله سبحانه وتعالى، فيستسلم العبد لله عز وجل ويخشع. والله عز وجل خاصة في يعني العبادات، خاصة في الصلاة، فالله عز وجل مدح الخاشعين في الصلاة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فيدخل العبد إلى الصلاة وهو خاشع متذلل متواضع بين يدي الله عز وجل.
لذلك جاء يعني كان السلف رحمهم الله ورضي الله عنهم أعظم خشوعا في الصلاة، أعظم. عفوا، شيء ضروري، عفوا. فذكروا عن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه كان إذا توضأ تغير وجهه واصفر، رجع لون وجهه أصفر، يعني هذا دليل على الخوف. فسألوه لماذا يعني يتغير وجهك، لماذا تغير وجهك؟ قال ألا تدرون عند بين يدي من أقوم؟ ألا تدرون بين يدي من أقوم؟ لأن العبد عند الصلاة يقوم بين يدي الله عز وجل، فلذلك يصفر وجهه رضي الله عنه وأرضاه. وذكر يعني قصص عجيبة عن السلف في خشوعهم في الصلاة. ذكروا عن رجل من السلف أنه كان يصلي في الضحى، يعني صلاة النافلة، فسقط سقف المسجد في مؤخرة المسجد، السقف يسقط، مكان السقف يعني سقط وهو يصلي، فمن في السوق سمعوا صوت يعني سقوط السقف، فجاءوا إلى المسجد وهذا الرجل يصلي، ما يعني التفت ولا وهو يصلي حتى ما سمع الصوت لأنه منشغل بالصلاة. وجاء أيضا عن أظن عروة بن الزبير وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، يعني أصابه مرض في قدمه، فيعني قرر الطبيب أن يقطع قدمه، أن يقطع يعني رجله أن فيها مرض، فقال دعني أصلي، فإذا صليت دخلت في الصلاة اقطعوا رجلي، لأنه ما يشعر. فيعني قام يصلي، فلما يعني شرع في الصلاة دخل يعني يقرأ في الصلاة قطعوا رجله وهو يصلي. فهذا يعني قصص عجيبة في هذا الباب عن السلف رضي الله عنهم ورحمهم الله. فهذا هو الذي ينبغي علينا جميعا، الخشوع، أن نتذلل لله عز وجل وأن نتواضع وأن نخشع بين يدي الله عز وجل في الصلاة، فهو لب الصلاة، يعني الفائدة من الصلاة، ويعني الذي يجعل الصلاة يعني معنى يتلذذ بها العبد أن يخشع في صلاته، أن يخشع في صلاته. فإذا خشع العبد في صلاته تلذذ بالصلاة، صارت الصلاة عنده عبادة يعني عظيمة وشيء لذيذ يريد دائما وهو أن يكون في الصلاة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول لبلال؟ أرحنا بها يا بلال، أرحنا بالصلاة، يعني يرتاحوا في الصلاة، تأتيهم الراحة في الصلاة، تأتيهم الراحة. هذا هو الذي يخشع في صلاته، تأتيه الراحة في الصلاة. أما حال أكثرنا والعياذ بالله إلا من رحم الله في هذا العصر، كأننا نقول أرحنا منها يا إمام، أرحنا منها، ليس أرحنا بها، أرحنا منها. ندخل في الصلاة ونحن نريد أن نخرج، نفكر متى نخرج في الصلاة. هؤلاء كانوا يفكروا متى يأتي وقت الصلاة لكي يدخلوا في الصلاة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال، فيها الراحة، فيها الطمأنينة والسكينة. نعم، هذا لمن خشع في صلاته. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الخشوع
نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الخشوع. قال ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني. والخشية هي الخوف أيضا لكن أخص مع العلم، مع العلم. قال الله عز وجل في عباده يعني في ذكر من يخشى إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله مفعول به من عباده العلماء، أي العلماء هم الذين يخشون الله عز وجل. لذلك يعني يقول العلماء كلما كثر علم العبد زادت خشيته، زادت خشيته. فالعالم أخشى من الجاهل، والذي أعلم منه يكون أخشى. كلما زاد علمه كلما زادت خشيته من الله عز وجل، خوفه من الله عز وجل، لأنه كلما زاد علمه كلما زادت معرفته بالله عز وجل. وإذا زادت معرفة العبد بالله عز وجل كلما زاد خوفه، كلما زاد خوفه. فيعني الرغبة يعني الخوف والرغبة والخشية هما يعني متقارب. الرهبة والخوف والرهبة والخشية هما خوف، جميعهم خوف، لكن الأول خوف مطلق، الثاني خوف مقرون، رهبة خوف مقرون بعمل، الخشية خوف مع العلم، الخشية خوف مع العلم. فهذه الثلاثة هما خوف، لكن في الرهبة مقرونة بعمل، وفي الخشية أيضا مبنية على العلم. قال ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني. فالله عز وجل أمر بخشيته ونهى عن خشية غيره، دل على أن عبادة، دل على أن يعني الخشية عبادة. وكما تقدم معنا يعني العبادة هي ما أمر الله عز وجل به، ما أحبه الله ورضي الله عز وجل، فهذا كله عبادة، كله عبادة. قال ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. والإنابة هي التوبة لكن زيادة مع العمل، هي الرجوع إلى الله عز وجل مع العمل الصالح. هذه هي الإنابة، هذه هي الإنابة، توبة رجوع إلى الله عز وجل مع عمل. وأنيبوا إلى ربكم أي ارجعوا إلى الله عز وجل يعني بالتوبة وبكذلك العمل بالعمل الصالح. قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وأسلموا له الاستسلام، المراد بأسلموا له أي الاستسلام لله عز وجل، الاستسلام لله عز وجل. ومن قبل أن يأتيكم العذاب يعني من قبل أن لا تقبل التوبة، لأن التوبة يعني تقبل لكن لها حد. توبة وقلنا الإنابة هي التوبة مع زيادة عمل، فالله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرقر، أي تبلغ الروح الحلقوم. فإذا بلغت الروح الحلقوم لا تقبل منه توبة. قال الله عز وجل إنما التوبة الله الذين عملوا السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب وأولئك يتوب الله عليهم كان الله عليما حكيما. وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم إذا جاء الموت قال إني تبت الآن، هذا لا تقبل توبته. ولا الذين يموتون كفار، هذا يعني من باب أولى. وكذلك إذا نزل العذاب كما في الأمم يعني قبلنا، إذا نزل العذاب خلاص ما تقبل منهم التوبة، لا تقبل منهم التوبة. نزل العذاب من الله عز وجل يعني عذاب كقوم لوط وغيرهم، هذا العذاب الذي يرسله الله عز وجل إليهم جميع الأمم التي كانت قبلنا. فلذلك يقول إلا قوم يونس، قوم يونس لما رأوا العذاب
خرجوا بالأولاد والنساء، يعني مع الأطفال كلهم، يعني لجأوا إلى الله عز وجل ودعوا الله عز وجل فأخر عنهم العذاب وقبل منهم التوبة، كما قال الله عز وجل في سورة يونس، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، أي آمنت عند نزول العذاب فنفعها إيمانها، إلا لم ينفعها إيمانها عند نزول العذاب إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وكذلك عند طلوع الشمس من مغربها، ده قيام القيامة، عندما تطلع الشمس من المغرب لا تقبل التوبة، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرقر. قال الله عز وجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن معنى إن الله ما لم تطلع الشمس من مغربها، إن الله يقبل توبة العبد ما لم تطلع الشمس من مغربها. وكذلك قول الله عز وجل هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ويأتي ربك ويأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. قال العلماء عند تفسير هذه الآية يوم يأتي بعض آيات ربك أي يوم تطلع الشمس من مغربها، عند طلوع الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، لا تنفع التوبة ولا ينفع الإيمان في ذلك الوقت. إذن فقول الله عز وجل أنيبوا لكم من قبل أن يأتيكم العذاب، يعني من قبل أن يأتي حد، يعني لا تقبل فيه التوبة، وقت لا تقبل فيه التوبة. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.